هيك صيدا الشيخ محرم العارفي ممنوع كله سوا. يلا. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد شبان مدينة صيدا محتجا على تصوير فيديو كليب للفنانة ريما ديب في أحد أحياء المدينة القديمة. وقد انقسم الرأي العام حول ما قام به هذا الشاب حتى وصل إلى حد اتهامه بالتشدد من قبل البعض. فريق عمل موقع صيدا أونلاين تواصل مع الشاب أيمن حدري الملقب مصدر، حيث كان لنا مقابلة خاصة معه أوضح فيها أن الحادثة حصلت منذ أكثر من أسبوعين، معتبرا أن الفيديو الذي نشر مجتزأ وبعض الأشخاص استغلوه للإساءة إلى مدينة صيدا وشبابها. والله صاحبي هو أولا منه إشكال، يعني فيك تقول سوء تفاهم، العالم كبرتها، ما من هونيك أنا من سهلتنا اللي ربيت فيها. سهلة محافظة، صيدا معروفة، صيدا القديمة، بتسأل لبنان كله عنها بقولوا لك صيدا محافظة إسلامية ومعروفة لمين؟ منا حزبية ومنا تابعة لحدا، أهل بسطة عالطيبة عالدين عالتقوى، هذه هي صيدا. شفت مشهد ما عجبني، شفت شباب متجمعة وكذا، طلعت مرة متعاري يعني لبسة عاري، طنروتها لهون وكذا، شيء ما بيتقبلوا العقل. وهيدي نحن عندنا غيري، عندنا نخوة ولاد صيدا، بس بالطرف الثاني نحن لا هجمنا ولا خنقنا ولا شيء. طلبت منا، قلت لها يا فلانة، قالت لي اسمها ريما ديب، قلت لها يا فلانة لو سمحتي أهلا وسهلا فيكي، هيدي منطقتك واللي بدك اياه بصير ونحن بنحميكي. لانه دغري قالت لي انا من القريه وبنت صيدا وليش عم تمنعني؟ قلت لها انا ما منعتك وهي موجوده وفيكم تسالوها. وحتى هي كمان قالت نفس الكلام لما توقفت انا عند المخابرات بسبب هيدا الموضوع، وهي اللي قالت لهم ما غلط معي وما كذا، وانا بالفعل ما غلط معه، بس الصوت اللي طلع مني يلي نزلوا لي اياه على الفيديو اللقطه اللي اخذوها انا ونازل من عندها، لانه انا كنت عندها بالغرفه محل ما كانت عم بتصور، واتفقت انا وياه على اساس انها تحط ستار تغطي جسمها من تحت واللي بدها اياه. احد اللي واقفين انا ما انتبهت له ذا ظهري، فقام استفزني، قال شو هو عامل نبي والله بالبلد؟ هيدي الكلمه استفزتني، انا لاني نبي ولاني رب العالمين، انا عبد فقير لله، بس انا عندي نخوه ما بتقبل هالشيء. وبرجع بقول انا ما منعت، انا غيرت، بدل هيك حطي هيك، وهي تقبلت هالشيء. بس لما كنت عم اقول بالفيديو انه صيدا ما فيها رجال ايه كذا، للي لطشني الكلمه انه وين ولو كيف بتقبلوا هيك شيء؟ على القليله على القليله غيروا، نحن ما عم نقول بنمنع. والمرة موجوده وكانت على الكلام، لانه هذا الكلام كان من تمي لوجهه، انا واقف انا وياه، هذا اللي صار. الرساله اللي بوصلها انه صيدا لكل الناس، صيدا للمسيحيه والمسلمين والدروز للعيش المشترك. صيدا طول عمرها حاضنه كل العالم وبوابه الجنوب. صيدا لما كانت تجاهد بايام اليهود كانت تدافع عن لبنان مش عن صيدا. وفي عندنا شيء بيثبت وأننا شهداء مقدمينه، بس بكرامه، مش بحزبيه ولا بطائفيه، ولاننا زي ما بقولوا انه عاملين لنا هي شيء اسلامي واسلامي، لا بالعكس. وانا هي بتعرف هالشيء، قلت لها لما قالت لي انا مسيحيه من القريه، قلت لها وصلتي، بس انت فتي على قلب بيتك، نحن اخوتك واهلك، تطلع وتحكي. وانا متاكد انه هي بتحكي هالشيء لانه هي ما غلطت معي ولا انا غلطت معها. صيدا لكل الناس، صيدا للعيش المشترك، صيدا بتحمي كل العالم وكل شبابها طيبه، ما عندنا تعصب، ما عندنا طائفيه، ما عندنا شيء. بس اللي حكى بهالطريقه ونزل هالشيء هو عم بشوه سمعه اولاد صيدا وسمعه الدين الموجود بصيدا، لانه ما بيعجبهم هالشيء بس مش اكثر. انا يعني بوجه لهم رساله، بقول لهم الله يبارك فيكم، كل انسان بياخذ اجره عند رب العالمين، بس بتمنى انه كل واحد عنده كرامه ويقول انا من صيدا يحفظ نفسه. اول شيء ما يتهم الناس، ما يظلم الناس، لانه انا انظلمت والبنت انظلمت، لانه قالوا عنا انه عملوا وساوى، ما هذا الشيء مش موجود. وعملوني اسلامي ومتشدد وارهابي وما بعرف شو، هذا الشيء منه موجود. انا لو ارهابي ما كنتش ظهرت من عند المخابرات، هي اول شغله. والرساله اللي انت عم تطلبها مني بتمنى من كل شباب صيدا تفهم اللي صار وما حدا يزايد فيه، لانه هيدي سمعه سيئه لاهل صيدا. نحن بالعكس، نحن مع كل الناس وتحت القانون، كل شيء بينطلب مننا للبلد وللناس نحن جاهزين، ارواحنا لكل العالم بنقدمها، للدوله وللشعب ولكل الناس، لانه نحن مجبورين، هيدي بلدنا بنرفع راسنا فيها. وانا برفع راسي لما اقول صيدا ملتزمه، صيدا محافظه. حتى اللي بده يجي يفوت على صيدا يسمع الرساله انه انت فايت على دار امان، ما فايت على دار ارهاب ولا على تنظيم ولا على اي شيء، بالعكس ولاد صيدا اللي بيحموك، لانه عندنا دين وعندنا نخوه وعندنا كرامه، وما بناكل لحم غيرنا، يعني بنحفظكم. وختم حدري أن مدينة صيدا ستبقى مدينة محافظة وعاصمة للعيش المشترك.